الله أكبر. وإن كانت التلفزيونات العالمية والعربية تخفي هذه الشعارات ولا تكاد ترى إلا بين الحين والحين حتى لا يظهر اسم الإسلام. هؤلاء الجيل الجديد الذي ظن بيوم من الأيام أنه قد انتهى وأن الإسلام قد طويت صفحته من أرض فلسطين، إذا به يظهر جيل جديد، جيل الصحوة الإسلامية، الصحوة التي عملت عملها في أفغانستان ظهرت في فلسطين، حتى فلسطين المحتلة من سنة 48 ظهر فيها هذا الجيل يرود المساجد بعد أن هجرت المساجد، يتلو القرآن بعد أن كان القرآن مهجورا، يقرأ الكتب الإسلامية بعد أن كان قد نسيها، يتجمع على طاعة الله بعد هذه السنين. جيل جديد، جيل إسلامي قرآني، جيل الصحوة المباركة، الصحوة الإسلامية. هؤلاء هم الذين أشعلوا نار ما يسمونه الانتفاضة، الثورة على صهيون، الثورة على اليهود، إعلان الجهاد. هذه الانتفاضة، هذه الحركة، هذه المقاومة نستبشر بها وننتظر معها ذلك اليوم الذي لا بد أن يأتي إن شاء الله، والذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أنه سيأتي يوم تقاتلون فيه اليهود حتى يقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. هل ينطق الحجر ويتكلم الشجر بلسان الحال أم بلسان المقال؟ أيا كان الكلام فمعنى هذا أن كل شيء سيكون في صف المسلم، يكون معه ضد عدوه. وإذا كان النصر لك كان كل شيء معك، وإذا كان الخذلان من نصيبك فكل شيء يكون ضدك، حتى السلاح الذي في يدك. في يوم من الأيام كان معنا سلاح يسد عين الشمس، ولكن لم نفعل به شيئا، لأن السلاح لا يحارب وحده، السلاح باليد التي تستعمله، واليد بالدوافع التي تحركها، بالقلب الذي وراءها. وكما قال المتنبي: وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام. وعادة السيف أن يزهى بدوهره وليس يعمل إلا في يدي بطل. ولهذا حينما وجد دافع إيماني في 10 من رمضان 93 بعد 300 والألف، حينما وجد دافع من إيمان، حينما ارتفعت صيحات التكبير في رمضان من الصائمين المؤمنين، كان العبور، وكان اقتحام خط برلين، وكان تحطيم الأسطورة التي تقول إنها قوة لا تقهر. أعطني إيمانا أعطيك نصرا. الانتفاضة، ثورة المقاومة الإسلامية الشعبية، بشارة من البشائر، دلالة من الدلائل. وإن كان الذي يؤسف له أننا نجد بجوار هذا العمل المبارك أشياء أخرى تحز في النفس وتقطع نياط القلب. الفلسطينيون في لبنان في المخيمات يضربون بالقنابل والصواريخ، يسفك الدم الفلسطيني بأيد فلسطينية تحركها قوى مشبوهة، يقتلون في المخيمات. الأبناء يرمون بالحجارة اليهود، وهؤلاء يرمون بالصواريخ إخوانهم وأهليهم الفلسطينيين. إن همومنا كثيرة، ولكن هذه بشائر ينبغي ألا ننساها. همومنا باعتبارنا مسلمين وباعتبارنا عربا هموم كثيرة،
لا زلنا في دائرة التخلف، في دائرة ما يسمى البلاد النامية. والبلاد النامية تعبير مهذب للبلاد المتخلفة. نحن ما يسمى العالم الثالث، ولو كان هناك عالم رابع لكان فينا نحن العرب والمسلمين من يمكن ان يدخل في دائرة العالم الرابع. لا زلنا متخلفين، لم نستطع حتى اليوم ان نصنع الطائرة او نصنع الدبابة او نصنع الصاروخ. نحن نسمع اليوم اخبارا مبشرة ان قواتنا المسلحة تحاول ان تصنع الدبابة وتصنع بعض الاشياء. هذا ما نصر له ونتمنى ان نصل اليه وان نكون سادة انفسنا. ان مشكلتنا نحن المسلمين اننا لم نزل عالة على غيرنا حتى في القوت الذي نأكله. بلاد المسلمين معظمها بلاد زراعية، ومع هذا تستورد نصف ما تأكله او اكثر من بلاد اخرى. والسلاح الذي تدافع به عن نفسها تستورده من بلاد اخرى. ماذا لو كف ذلك الاخر يده فلم يعطينا القوت او لم يعطينا السلاح؟ ان امة سورة الحديد، الامة التي انزل الله عليها سورة تسمى سورة الحديد، لم تتقن بعد صناعة الحديد. الصناعات التي اشار اليها القرآن بقوله تعالى: وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فيه بأس شديد إشارة الى الصناعات الحربية، ومنافع للناس إشارة الى الصناعات المدنية. ماذا صنعنا هنا وهناك؟ لم نصنع الموتور الى الان. الموتور الى الان نجمع، ولكننا لا نبدع ولا ننشئ. اي شيء، اي بلاء اصابنا نحن المسلمين، نحن العرب، لا زلنا ممزقين. لم تجتمع كلمتنا مع اننا اصحاب عقيدة واحدة واصحاب كتاب واحد، ونتجه الى قبلة واحدة، ونؤمن برسول واحد وبرب واحد، ولنا منهج واحد هو شريعة الاسلام. ان همومنا نحن المسلمين والعرب كثيرة، وهمومنا هنا نحن المصريين ايضا كثيرة وكثيرة. مصر البلد الذي قال الله فيه قديما: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. بلد الخيرات، يعاني الأزمات الاقتصادية، يعاني الفرد في حياته من الغلاء الذي يشتد يوما بعد يوم، نعاني الديون بالمليارات التي يفوقنا حينا بعد حين، ما علينا من فوائد ربوية لها وما علينا من أقساط يجب أن ندفعها. نعاني من هذا كله. كيف نواجه هذا؟ الأزمة المائية، المجاعة المائية التي تهددنا بالعطش. النيل الذي هو سر حياة هذا البلد، النيل نقص سنة بعد سنة، 7 سنين عجاف ولم ينتهي، لم تنتهي الأزمة ولا زال الأمر. وهذا أمر من السماء، هذا أمر من القدر. ماذا نملك؟ علينا أن نصلي صلاة الاستسقاء، علينا أن نستغفر ربنا كما قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن صلاة الاستسقاء والاستغفار والدعاء وحدهما لا يكفيان. لابد أن نواجه الأزمة بعقول متفتحة، عقول رشيدة تعرف كيف تتصرف وكيف تخطط فتحسن التخطيط، وتنفذ فتحسن التنفيذ، كما فعل يوسف الصديق عليه السلام حينما واجهت مصر
قديما 7 سنين عجافا، لم يكن عبثا ان يروي لنا القرآن هذه القصة، قصة الأزمة الاقتصادية والتموينية في مصر، كيف واجهها الصديق يوسف في التخطيط بزيادة الإنتاج في سنوات ال7، ثم بقلة الاستهلاك في السنوات العجاف. تزرعون 7 سنين دأبا، إشارة إلى توالي الإنتاج ومتابعته وزيادته. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 سنين شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي بعد ذلك الانفراج. المهم انه خطط وتولى التنفيذ واحسن، وكان القدوة، كان في يده خزائن الارض، وهو الحفيظ العليم القوي الامين. كان اذا اكل لا يشبع، فقال له بعض من حوله: بيدك خزائن الارض ومع هذا تأكل لقيمات ولا تشبع. فيقول لهم: اني اخاف اذا شبعت ان انسى جوع الفقراء، ان انسى جوع الفقراء. نحن في حاجة الى ان نخطط، ان نرشد الاستهلاك حتى في المياه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد بن ابي وقاص وقد رآه يتوضأ، يقول له: يا سعد لا تسرف. قال: او في الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار، وإن كنت على نهر جار. ليكون الاقتصاد والاعتدال خلقا من أخلاق المسلم. إن علينا أن نواجه الأزمة الاقتصادية والأزمة المائية بهذا الخلق، بالاعتدال في الإنفاق، بترك السرف والترف وحياة البذخ والتبذير. ويبدأ ذلك من القادة والمسؤولين كما فعل يوسف عليه السلام. نحن في حاجة إلى أن نزيد من إنتاجنا، أن نعمل. نحن للأسف هنا في بلادنا، في بلاد العرب، في بلاد المسلمين، أقل الأمم عملا. لقد زرت اليابان، وزرت كوريا، وزرت أمريكا، وزرت كندا، وزرت أوروبا. وجدت الناس يعملون ويلهثون ويتعبون، فترتان للعمل صباحا ومساء. سألت صاحبي وأنا في ألمانيا من عدة أشهر، كنا حوالي الساعة 4، قلت له: ما لي لا أرى الناس في الشوارع؟ قال: ولماذا ترى الناس في الشوارع؟ الناس في أعمالهم، كل في عمله. فبعد الساعة 7 مررنا، قلت: والآن لا نرى الناس في الشوارع؟ قال: وكيف تراهم في الشوارع؟ لقد عادوا إلى بيوتهم مكدودين، لأن وراءهم عملا من الصباح. ولكنك تمشي في شوارعنا صباحا ومساء وفي منتصف الليل، فتجد الطرقات مليئة ومزدحمة. أليس وراء هؤلاء عمل؟ لقد عجبت حينما قرأت في بعض الصحف أن متوسط عمل الإنسان المصري 27 دقيقة. 27 دقيقة في اليوم المتوسط. كيف نستطيع أن نلحق بركب العالم المتطور إذا كنا لا نعمل ولا ننتج؟ نحن في حاجة إلى أن نضاعف العمل. مصر بدأت مع اليابان أو قبل اليابان نهضتها في أيام محمد علي. انظروا أين وصلت اليابان وأين نحن. بل انظروا إلى كوريا التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الآن تغزو بمنتجاتها أسواق العالم، حتى أسواق أوروبا وأمريكا. هل نحن دون البشر؟ أليس لنا عقول كعقولهم وأيد كأيديهم؟ لنا والله، ولكننا في حاجة إلى حوافز، في حاجة إلى معان، في حاجة إلى رسالة نعيش لها. هنا يأتي الإيمان، هنا يأتي الدين. الدين لا انفصال له عن الدنيا.
نحن في حاجة الى تعبئة هذه الامة. امتنا لها شخصية، لها روح، لا يحركها ولا يفتح مغالقها الا الايمان. كالسيارة، كل سيارة لها مفتاح، بلمسة اذا وضعت فيها مفتاحها الخاص تحركت الى الامام، ولكنك لا تستطيع ان تسوق السيارة الصالون بمفتاح السيارة النقل. كل سيارة لها مفتاحها. مفتاح الشخصية عندنا المعاني الإيمانية الربانية. قد الأمة بلا إله إلا الله والله أكبر، ارفع أمامها المصحف، أذن أمامها، تجدها وراءك تتخطى المستحيلات وتفعل الروائع والعجائب والبطولات. هذا هو مفتاح أمته. القرآن أشار إلى أن الإنسان قد يعطي أضعاف الطاقة العادية بالطاقة الروحية والخلقية، حينما قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. 20 صابرون. نحن في حاجة إلى طاقة من الصبر والاحتمال والجلد والثبات حتى نثبت وجودنا بين الأمم. العالم الآن في الثورة الصناعية الثانية، ولعله على أبواب ثورة ثالثة. الثورة الصناعية الأولى كانت مهمتها أن توفر الآلة الجهد البدني للإنسان. إذ عصر الصناعة الثاني مهمته أن الآلة توفر الجهد الذهني للإنسان، عصر الكمبيوتر. نحن لم نلحق العصر الأول، لم نلحق عصر الصناعة الأول، والمسافة بيننا وبين غيرنا كبيرة، ولا يمكن أن نعوضها إلا بمعان إيمانية كبيرة. علينا أن نجند أمتنا بروح الإسلام، بروح الإيمان. الإسلام هو الحل، وليس معنى هذا أن نرفع الشعار نقول الإسلام هو الحل وكل منا يتفرد، لا، بل على كل منا أن يحاول أن يطبق الإسلام على نفسه وعلى أسرته، وأن يدعو إليه غيره. أصلح نفسك وادعو غيرك. يقول بعض الناس لقد صار لكم سنين وسنين وأنتم تدعون إلى الإسلام، فماذا صنعتم؟ 50 سنة وأنتم تقولون الإسلام، فماذا صنعتم؟ تتكلمون عن الإسلام، فماذا فعلتم؟ قيل هذا لبعض الدعاة، فقال له إذا كان لنا 50 سنة نتكلم عن الإسلام فماذا أنتم فعلتم وأنتم لكم 50 سنة تسمعون منا عن الإسلام؟ هل المسؤولية على المتكلم وليست على السامع؟ هل مهمتك أيها المسلم أن تسمع عن الإسلام والإسلام عظيم ولا تعمل لدينك شيئا؟ لا عملنا لدنيانا ولا عملنا لديننا. الآخرون عملوا لدنياهم بل وعملوا لدينهم. اليهودية أقامت دولة في قلب بلادنا العربية والإسلامية وسمتها باسم ديني تاريخي إسرائيل، والنصرانية تعمل لنشر دينها في العالم حتى بين المسلمين، ورصدت لذلك 1,000 مليون دولار. كنت من عدة أشهر في دار السلام في تنزانيا في أفريقيا، وكان معنا أحد الإخوة لواء على المعاش في السودان. قال بعد استقلال السودان ذهبت إلى جنوب السودان إلى قرية لم ترى سيارة قط في حياتها. حينما دخلت بسيارتي فر الناس هاربين، ظنوا أن هذا شيء من الجن أو العفاريت أو نحو ذلك. ثم جمعت الناس وهدأتهم. قال وبينما أنا معهم سمعت جرسا، فقلت لهم هل هنا مدرسة؟ قالوا لا، ولكن هذا أبونا جاء ومعه الحلوى والأدوية، معه حقيبتان، حقيبة للحلوى وحقيبة للأدوية. من أبوهم هذا؟ رجل بلجيكي مبشر بلجيكي. سأله هذا اللواء كم لك هنا؟ قال 30 سنة. من أين جئت؟ قال من بلجيكا.
قال كم مرة عدت إلى بلدك؟ قال ولا مرة واحدة. قال ومتى تنوي العودة؟ قال له وما حاجتي إلى العودة، بيتي هنا وقبري هنا ورسالتي هنا. قال بلدة لم ندخلها نحن قط المسلمين، وهذا الرجل يطوف بين هذه القرى إما على قدميه أو على عجلة بسكليتة. ماذا قدمنا نحن لديننا وماذا قدمنا لدنيانا؟ إن علينا أن نعمل ونعمل الكثير، ومصر بالذات مطلوب منها أكثر مما يطلب من غيرها، فهي القبلة الثقافية للعالم الإسلامي. ماذا فعلت المؤسسات الإسلامية؟ ماذا فعل الأزهر الشريف أمام هذه الهجمات وأمام هذه الغزوات الشرسة من أناس مسلحين بالعلم والمال والدهاء والتخطيط؟ ماذا فعلنا؟ إننا في حاجة إلى أن نعرف مهمتنا، إننا قادرون على أن نفعل الكثير لو اعتصمنا بحبل الله تبارك وتعالى، لو رجعنا إلى الله، لو وقف بعضنا مع بعض صفا واحدا، ننسى الخلافات الجانبية ونتجاوز المعارك الجزئية ونقف كما أراد الله تعالى في المعركة، معركة تحرير الأمة ومعركة البناء ومعركة تحكيم الشريعة الإسلامية صفا واحدا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها الإخوة، هذه خواطر مسلم يعيش بهموم المسلمين، ومن لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. خواطر لا يملك الإنسان إلا أن يبثها في يوم العيد، وإن كان يوم العيد يوم فرحة ويوم سرور، ولكن كيف نفرح وكيف نسر وحالنا هذه. ورحم الله الشاعر الذي قالوا عجبنا ما لشعرك باكيا في العيد، ما هذا بشعر معيد، ما حيلة العصفور قصوا ريشه ورموه في قفص وقالوا غردي. ومع هذا لا نيأس من روح الله، إن المستقبل لنا، إن الغد لهذا الدين، إن المستقبل لنا نحن العرب والمسلمين. إن عندنا النور الذي لا يخفو، عندنا الحل لكل مشكلة، الحل الإسلامي، وهو فريضة وضرورة، فريضة يحتمها الدين وضرورة يحتمها الواقع ويحتمه منطق التاريخ. وليس لنا إلا الرجوع إلى الإسلام، الإسلام الصحيح، دون دعاو عريضة ودون كلام كثير ودون تطاول على خلق الله. كل عليه أن يأخذ بنصيبه في تطبيق الشريعة على نفسه، الحاكم والمحكوم على السواء. ليس تطبيق الشريعة شأن الحاكم فقط، بل شأن المحكومين أيضا. هناك أمور كثيرة يجب أن نبدأ بأنفسنا وأن نغير ما بها حتى يغير الله ما بنا. إذا كان منطق الماركسية غير الاقتصاد وغير علاقات الإنتاج يتغير التاريخ، فمنطق القرآن ومنطق الإسلام غير نفسك يتغير التاريخ. وصدق الله العظيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يجمع كلمة هذه الأمة على الهدى، وقلوبها على التقى، وأنفسها على الحب فيه، وعزائمها على الجهاد في سبيله، ونياتها على عمل الخير وخير العمل. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد.
الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.